السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما وعدناكم ان احنا هنرد على الاسئلة كلها اللي مكتوبة لنا في الكومنتات او في التعليقات عشان محدش يقعد يتريق علينا. كان في واحد اسمه عبد الرحمن بعت لنا بيقول لي انا بفرخ حوالي 30 قص، بس عندي مشكلة انا بفرخ منهم وبنش وقصوص كويسة، بس عندي مشكلة ان انا دلوقتي عايزهم كلهم يفرخوا دفعات، لان انا بطلع كل فترة 4 زغاليل في 3 زغاليل في زغلولين. طبعا هو الناس هيفهموا الموضوع هيبقى مقرف شوية ان انت يبقى عندك الزغاليل من سن بعض وكده، يعني بيبقى الموضوع مقرف شوية. بص يا عم عبد، الموضوع بسيط قوي 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 فوق ما لو انت تتخيل. طبعا احنا في بداية الموسم وبداية خير ان شاء الله، موسم هيبقى متظبط علينا وعليكم. الموضوع بسيط، انت بتفرخ مثلا 20 او 30 قص، ربنا يبارك لك في حلالك. اول حاجه هنعملها يا صاحبي، هنجيب القصوص ديت، هناخد النوتي نحبسها في مسطره كبيره زي كده، تمام. والدكوره هنسيبه في الداير او في السلاكه او في اي مكان. يعني هنفكهم كده من 10 ل 20 يوم على حسب ما انت عايز، بس يفضل يبقى من 20 يوم او النوتي ريحت شويه او الدكوره ريحت شويه، ونرجع ندي القصوص كلها في يوم واحد. عايز ترجعهم بقى لبعض قشطه، عايز مثلا تبدلهم، عايز ترجعهم زي ما هم، دي حاجه بتاعتك انت. شوف انت ايه اللي بيفرق عندك حلو واديهم لبعض، ربنا يبارك لك في حالتك. هنديهم كلهم لبعض، والحمد لله فضل من ربنا احنا بنعمل كده عشان نعرف نفرخ قصوص على بعض. يعني كل اللي عندنا الحمد لله حوالي 15 قص، 15 قص مدينهم لبعض مره واحده بفضل من ربنا. مثلا حوالي 5-6 قصوص باضوا في اسبوع واحد، في 5-6 قصوص باضوا في اسبوع واحد، والباقيين بيكملوا الحمد لله. فربنا يبارك لنا ويبارك لك في حاجتك. هتبص هتلاقي كلهم باضوا وطلعوا مره واحده، يعني الموضوع سهل مش صعب يعني. وهنطلعهم هم بقى بسم الله ما شاء الله، اول ما يبيضوا هيبيضوا كلهم من بعض، الحمام من النوع اللي هو بيغير من بعض. فهتلاقي في خلال 15 يوم او 20 يوم كلهم باضوا في وقت واحد. يعني ما بين هتبص هتلاقي انت لما تيجي تطلع دفعات هتلاقي اقل حاجه من 10 ل 20 زغلول بيطلعوا مره واحده، على حسب الكميه اللي عندك انت، مالكش دعوه بيا. تمام، الموضوع بسيط ان شاء الله. استنونا في كل جديد، وما تنساش اللايك والشير، وما تنساش ان شاء الله اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. استنونا الفيديو الجاي هنجاوب على سؤال جديد. السلام عليكم.